في قصص لما تسمعها تقول مستحيل إن دي تكون حقيقة، لكن قصة النهاردة وحصلت في المنيا، واللي حصل فيها هيخلي دمك يتجمد مكانه، لأن أبطال القصة دي مش غرب، دول كانوا أقرب الناس لبعض، كانوا عيلة واحدة، لكن جواهم كان في نار الغيرة ونار الغدر والحقد ومستوى من الخيانة عمري ما شفته قبل كده. خيانة بطريقة قذرة. في سنة 2014 وتحديدا في المنيا كان في شاب اسمه عمرو، عنده 20 سنة. الشاب ده طلع من المدرسة من الابتدائي واتجه بقى إن هو يروح مع والدته للسوق. والدته كانت بتفرش بخضار وفاكهة في السوق وبتسترزق. عمرو قرر إن هو يروح يشتغل معاه ويساعدها ويسيب الدراسة. ومع الوقت عمرو قدر إن هو يعمل اسم، وقدر إن هو يشتغل ويقف على رجله، وقدر كمان إن هو يفتح له محل صغير كده يعرض فيه الفاكهة والخضار. والدنيا بقى مشيت مع عمرو وبقى معلم كبير، والناس كلها بتحلف بإن هو شخص محترم وشخص كويس وشخص من صغره مجتهد. بيقولوا ده إن هو من صغره ساب الدراسة واتجه للتجارة وبقى معلم كبير، وربنا فتح عليه من وسع. وعيلة عمرو كانت مقسومة لجزئين، جزء في الأرض والزراعة وجزء تاني في التجارة والفاكهة والخضار. وعم إبراهيم بقى ده أبو عمرو، بس مش متجه للتجارة، متجه للزراعة والأرض. بيروح كل يوم على الأرض يزرع يحصد، شغلانته كلها عن طريق الزراعة. أما عمرو وأمه كل يوم بينزلوا الساعة 6 الصبح، عمرو يفتح المحل بتاعه، ووالدته بتفرش بفرشة في السوق وبيبيعوا خضار وبيبيعوا فاكهة. بس عمرو كان عنده حاجة غريبة، وهي إنه رافض فكرة الجواز. كل ما حد من قرايبه يكلمه يقول له يا ابني احنا عايزين نفرح بيك، عايزين نجوزك، يقول لهم أصل أنا مش لاقي بنت الحلال، أصل مفيش واحدة دخلت دماغي. الناس تقول له يا ابني أنت ربنا كرمك ومعاك فلوس وشاب ومعاك مشروعك وفاتح محل والدنيا كويسة معاك، حاول بقى تتجوز عشان نفرح بيك. يقول لهم إن شاء الله ويكبر دماغه. في يوم 18 أغسطس في سنة 2014 نزل عمرو للسوق هو ووالدته. زي كل يوم بينزلوا الساعة 6 الصبح، بيفتح المحل بتاعه ووالدته بتقف على الفرش. يوم طبيعي وعادي. لكن اللي مش عادي إن عمرو جه على الظهر كده وساب المحل بتاعه مفتوح واختفى، ولا قال للناس اللي شغالة جنبه خلي بالكم من المحل، أنا رايح مشوار وجاي، ولا قال أي حاجة. غاب ساعة ونص وبعدين رجع تاني. الناس سألته قالت له يا عمرو أنت كنت فين وسايب المحل بتاعك؟ إيه أنت كنت فين وبتعمل إيه؟ عمرو قال لهم أنا بس كنت في مشوار ورجعت تاني أهو. وعمرو كمل اليوم عادي ولا كأن في حاجة حصلت. وبعد ما خلص اليوم بتاعه قفل المحل بتاعه وروح هو ووالدته للبيت، وقال لوالدته ابقي صحيني يا أمي على الساعة كده 6:30 أو 7 عشان في فرح عايزين نروحه. أمه قالت له خلاص ماشي، إحنا كمان كلنا رايحين الفرح ده، هصحيك والبس وكلنا هنروح مع بعض الفرح. فالمهم جت الساعة 7 وأم عمرو صحته وقالت له يلا يا عمرو، وعمرو لبس واتشيك على أساس إن هو هيروح الفرح. وطالع من البيت عمرو قابل أبوه اللي هو العم إبراهيم، الحاج إبراهيم. قال له عامل إيه يابا؟ قال له الحمد لله تمام. قال له أنت رايح فين يا عمرو؟ قال له أنا رايح معاكم الفرح، بس أروح أعدي على واحد صاحبي كده وهسبقكم أنا على الفرح، حصلوني أنتوا وأنا هاجي وراكم. فعمرو في الوقت ده جات له مكالمة. المكالمة دي قعدت 30 ثانية بالضبط، وخلّص المكالمة دي عمرو ومشي في طريق تاني. أبوه قال له: "يا ابني أنت رايح فين؟" قال له: "يابا أنا هاجي لك على الفرح ما تقلقش، رايح بس مشوار وجاي." ومن بعديها عمرو اختفى، ما حدش يعرف هو فين. أبو عمرو وأم عمرو راحوا الفرح على أساس إن عمرو هيحصّلهم وهيروحوا الفرح، لكن عمرو ما جاش. رجعوا البيت قالوا أكيد هو قاعد مع أصحابه شوية أو أكيد راح مشوار وهيرجع، لكن الساعة عدت 12 بالليل وعمرو ما رجعش. جه تاني يوم أم عمرو نزلت على السوق، وأبو عمرو الحاج إبراهيم راح على الأرض الزراعية كمل يومه عادي، وقالوا أكيد عمرو راح مشوار أو بيت عند صاحبه وهيجي تاني يوم. رغم إنهم كانوا قلقانين جدا بس كانوا بيصبروا نفسيهم، لأن مش من عوايد عمرو إن هو يقعد بره البيت، أو إن هو مثلا ما يروحش تاني يوم للشغل بتاعه، لأنه كان ملتزم بحوار الشغل بتاعه وكان كل يوم بيصحى الساعة 6 يروح للمحل بتاعه وبيفتح المحل. فغريبة يعني عمرو اختفى. فبيحاولوا يصبروا نفسيهم وقالوا أكيد عمرو بات عند أصحابه وهيرجع يعني. لكن عدى يوم كامل وعمرو اختفى، مش موجود ومحدش يعرف عنه حاجة. أبوه يحاول يتصل عليه تليفونه مقفول، أمه بتحاول تتصل عليه تليفونه مقفول. يسألوا عند قرايبهم يا جماعة عمرو عدى عليكم؟ شفتوا عمرو؟ يقولوا لهم لا احنا ما شفناهوش من امبارح، بقالنا تقريبا يوم ما شفناهوش.
واتجهوا على اسم الشرطة عشان يعملوا محضر باختفاء ابنهم. والساعة 6 المغرب أهل البلد يلاقوا جثة عايمة فوق الترعة، فلما يطلعوها يلاقوا إن جثة عمرو، ولما طلعوه لقوا إن وشه عليه آثار ضرب، ولقوا إن هو واخد أكتر من خبطة على دماغه، ولما بصوا في المكان اللي هو مرمي فيه لقوا فيه آثار دم. يعني عمرو اتضرب في المكان ده، وبعد ما اتضرب على دماغه اترمى في الترعة. ورجال الأمن وصلت وعملوا التحريات بتاعتهم، وطلعوا عمرو ودوه للطب الشرعي عشان يشوفوا سبب الوفاة إيه ويعملوا التقرير بتاعهم. ورجال الأمن لما بدأوا يحققوا ورا عمرو ويشوفوا عمرو إيه ظروفه ومين اللي عمل فيه كده ومين اللي في مصلحته يعمل فيه كده أصلا، لما بحثوا ورا عمرو ودوروا وراه اكتشفوا إن عمرو ليه علاقات نسائية كتير، يعني علاقات غير شرعية ومع ستات متجوزين. لكن كل ده ما لفتش الشرطة، اللي لفت الشرطة حاجة واحدة وهي حنان، ودي مرات خاله. اكتشفوا إن عمرو على علاقة بحنان مرات خاله، علاقة غير شرعية. بس عايزك تركز معايا عشان حنان دي شيطانة، حرفيا حنان دي شيطانة. حنان قبل ما تعمل علاقة مع عمرو وقبل ما الاتنين يقربوا من بعض ويعملوا مع بعض علاقة غير شرعية، حنان كانت على علاقة بعم إبراهيم اللي هو أبو عمرو. يعني حنان كانت بتعمل علاقة مع عم إبراهيم أبو عمرو، علاقة غير شرعية، وهي متجوزة. متجوزة مين؟ خال عمرو. فالمهم عمرو عرف إن حنان بتعمل علاقة مع أبوه اللي هو الحاج إبراهيم، فكلمها وقال لها أنا عارف كل اللي أنت بتعمليه وعارف إن أنت على علاقة بأبويا وبتعملي كذا كذا كذا. فكلمها وقال لها بص أنا مش هتكلم مع حد ولا هقول أي حاجة، بس أنا معجب بيكي. هي في نفس الوقت الشيطانة دي قالت له وأنا كمان معجبة بيك من زمان، معجبة بيك لأنك أنت شخص مكافح وشيك ووسيم، وأنا معجبة بيك. والاتنين قربوا من بعض وبدأوا يعملوا مع بعض علاقة غير شرعية. يعني عمرو يروح لها البيت، أول ما خاله ينزل من البيت عمرو يروح لحنان البيت ويعملوا مع بعض علاقة غير شرعية. لكن حنان تقف هنا؟ لا، حنان كانت بتعمل علاقة غير شرعية مع عم إبراهيم اللي هو أبو عمرو، كانت بتعمل علاقة غير شرعية مع عمرو، وكانت بتعمل علاقة غير شرعية مع عمر، وعمر ده أخو جوزها. عمر ده أخو جوزها. فهي دلوقتي بتعمل علاقة غير شرعية مع 3 رجالة وهي متجوزة. يعني بتعمل علاقة غير شرعية مع أخو جوزها اللي هو عمر، وبتعمل علاقة غير شرعية مع عمر، وبتعمل علاقة غير شرعية مع أبو عمر اللي هو الحاج إبراهيم. وقصة حنان مع عمر اللي هو أخو جوزها بدأت لما عمر عرف إن حنان بتعمل علاقة غير شرعية مع الحاج إبراهيم أبو عمرو. نفس النظام، أول ما شافها قال لها بصي أنا مش هفضحك ومش هقول أي حاجة خالص، بس أنا عايز أعمل معاكي علاقة زي ما الحاج إبراهيم أبو عمر بيعمل معاكِ علاقة. والأغرب من كده إن حنان كانت مبسوطة، وكانت بتقنع ال3 إنه هي بتحبهم. يعني لمّا تقابل عمر اللي هو أخو جوزها تقول له أنا باحبك ومعجبة بيك ويعملوا مع بعض علاقة غير شرعية. تقابل عمرو تعمل برضه معاه علاقة غير شرعية وتقنعه إن هي بتحبه. ونفس النظام الحاج إبراهيم أبو عمرو برضه تعمل معاه علاقة وتقنعه كمان إن هي بتحبه. يعني حنان بتلعب على ال3 أطراف، الحاج إبراهيم وعمرو وعمر أخو جوزها. وطبعًا حنان قالت كل ده لمّا رجال الأمن جابوها وبدأوا يحققوا معاها وضغطوا عليها، فاعترفت بالحوار ده كله. لكن قالت إن هي ما لهاش دخل في إن عمرو يحصل له كده، وقالت إن هي ما قتلتش عمرو ولا تعرف مين اللي قتله أساسًا، واتصدمت إن عمرو اتقتل. وحنان قالت لرجال الأمن إن اليوم اللي اختفى فيه عمرو لمّا غاب من الشغل الساعتين اللي في الضهر كده، لمّا قُلت لكم إن عمرو ساب المحل بتاعه وغاب ساعتين في الضهر كده وبعدين رجع. الوقت ده عمرو غاب ساعتين في اليوم ده عشان يروح لحنان، عشان خاله كان طلع من البيت قرر إن هو يروح لحنان ويعمل معاها علاقة غير شرعية. حنان قالت إن دي آخر مرة أنا شُفت عمرو فيها، ونزل من عندي من البيت ورجع المحل بتاعه، من بعدها أنا ما شُفتهوش. رجال الأمن هنا فهمت القصة كلها، وفهمت العلاقات الغير شرعية واللي بتعمله حنان والقذرة اللي هي بتعمله مع ال3 رجالة دول، فهموا كل حاجة. لكن رجال الأمن لغاية دلوقتي مش عارفين مين اللي عمل في عمرو كده، وليه عمل فيه كده أساسًا، وعمل فيه كده إزاي، يعني استدرجه إزاي وعمل فيه كده. رجال الأمن لسه مش عارفين، فبدأوا بقى يتواصلوا مع شركة الاتصالات عشان
يقدروا يعرفوا المكالمات اللي جات لعمرو قبل ما يتوفى. وفعلًا قدروا يوصلوا للمكالمات اللي جات لعمرو، ولقوا إن المكالمات اللي جات لعمرو قبل ما يتوفى من عمر، وعمر ده أخو جوز حنان، يبقى قريب برضه عمرو من بعيد. فلقى إن آخر مكالمة جات من عمر، عمر اتصل بعمرو لمدة 30 ثانية وقفل المكالمة. فلما استدرجوا عمر للتحقيق وقالوا له: يا عمر، إحنا لما حققنا معاك في الأول ليه ما قلتش إن أنت اتكلمت مع عمرو ورنيت عليه قبل ما يتوفى؟ قال لهم: أصل أنا ما كنتش فاكر، وأنا رنيت عليه بس عشان أقول له إحنا عايزين نروح الفرح مع بعض، عشان ساعتها كان في فرح. بدأ يعني إيه، يتوتر وبدأ يقول أي حاجة، وبدأ إن هو إيه، يخرج نفسه من الموضوع. لكن الشرطة لما جابته وبدأت تضغط عليه جامد، عمر اعترف بالصدمة، وعمر قال إن في اليوم ده أنا كنت راجع من الشغل وعايز أعدّي على حنان، بس ما عرّفتهاش إن أنا هاعدّي عليها، وفي الوقت ده أخويا جوز حنان ما كانش موجود في البيت، فأنا كنت عايز أروح لحنان وأعمل لها مفاجأة وأعمل معاها علاقة غير شرعية. فرُحت لها على الضهر كده من غير ما أعرّفها ودخلت بالراحة، فلقيت عمرو وحنان الاتنين مع بعض بيعملوا علاقة. في الوقت ده عمر اتضايق وقال: إزاي حنان بتخونّي، وإزاي إن هي بتعمل علاقة مع عمرو، بالرغم إن هو عارف إن حنان قذرة وبتعمل علاقة مع الحاج إبراهيم. بس كان متضايق جدًا ومشي من البيت من غير ما يعرّف حنان إن هو شاف حاجة ولا عرف أي حاجة، خرج ولا أكنه عمل أي حاجة وكمّل يومه عادي. بس عمر بيخطط إزاي ينتقم من عمرو. فالمهم جات الساعة 19:00 عمر اتصل على عمرو، والمكالمة دي قعدت 30 ثانية بالضبط، وقال له: أنا عايز أقابلك في الحتة الفلانية عشان نروح مع بعض على الفرح. عمرو قال له: خلاص ماشي، أنا هاجي لك على هناك وهنطلع مع بعض. في الوقت ده عمر كان مستنيه في المكان ده بس مستخبي، ومعاه حوالي شومة أو خشبة جامدة. أول ما شاف عمرو واقف في المكان ده طلع عليه وضربه 3 ضربات على دماغه لغاية لما اتأكد إن عمرو مات. وبعد ما خلص عملته دي رمى عمرو في الترعة ورجع ولا أكنه عمل أي حاجة، وراح الفرح وأكن الأمور ماشية طبيعية ولا أكنه عمل أي حاجة. حتى تاني يوم لما كانوا بيدوروا على عمرو كان بيدور معاهم وكان بيلف معاهم. ولما رجال الأمن حققوا مع عمرو قالوا له: طب أنت عملت كده ليه؟ قال له: أنا عملت كده عشان الغيرة، وإن هو بيخونّا، وإن هو بيعمل علاقة مع مرات أخويا، يعني على أساس إن مرات أخوك دي الطاهرة الشريفة. ما هي مرات أخوك أنت عارف إن هي بتعمل علاقة مع الحاج إبراهيم أبو عمرو، وعارف إن هي بتعمل علاقة مع عمرو، وبتعمل علاقة كمان معاك، وأخوك متغفّل وما يعرفش أي حاجة خالص. دلوقتي أنت عايز تاخد بطار أخوك، طب ما أنت بتخون أخوك أصلًا. وعمر بيقول إن هو في لحظتها لمّا شاف عمرو في أحضان حنان وشافهم بيعملوا علاقة مع بعض، بدأ يتنرفز ويتوتر، وبدأ إن هو خلاص عايز ينتقم، عايز ينتقم بأي طريقة، فقرر يعمل الخطة دي. والله أنا مش عارف أقول لكم إيه، وكلّهم قرايب، يعني عمر ده يبقى قريب عمرو، وعمر ده يبقى أخو جوز حنان، وعم إبراهيم ده يبقى أبو عمرو، يعني كلّهم قرايب في بعض، وكلّهم بيخونوا بعض. والعامل المشترك الشيطانة هي حنان، بتوفّق ما بين 3 رجالة غير جوزها، واتحكم على عمر بالإعدام.